يا مساء الفل. تعالوا نعمل غدا النهاردة كده في الجو البرد ده، لذيذ وسريع ويعتبر اقتصادي شوية يعني نوعا ما. معايا هنا صدر فرخة، كان ربع كيلو، وكمان معايا فوق النص كيلو شوية بشوية يعني أجنحة. هتبل بقى الأجنحة بعد ما غسلتها كويس كده، هتبلها بملح وفلفل أسود، رشة كمون، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، وعليهم معلقتين زيت، معلقتين صويا صوص، معلقتين دبس رمان، وعليهم ربع كوباية لبن، وكمان حطيت معلقة صلصة، وقلبتهم بقى في قلب بعض كده وحطيتهم في الصينية ودخلتهم الفرن. هنا كنت قطعت الصدر الفرخة مكعبات، وكنت ناسية ان انا ايد على الحلة يعني النار، فانتوا بولعوا عليها وسخنوها جامد، سخنوا السمنة جامد علشان الفراخ تاخد صدمة وتحمر معاكي وتديكي نتيجة كويسة. هنا بقى كنت خدتها تقلبتين كده، وحطيت عليها كاري وفلفل اسود ورشة كمون وملح. هحط عليها بقى بصل اخضر وفلفل احمر مكعبات، خليهم ياخدوا تقلبتين كده، وبعدين روحي نازلة بمكعب مرق، وعليهم معلقتين كاتشب. ما تخليكيش بقى تقلبي كتير كده عشان الفراخ ما تنشفش، لان لسه هنحط عليها رز، خليها تاخد تقلبتين تلاتة بس كده. حطيت الكاتشب وقلبته اهوت، وهنزل عليهم برز كنت نقعاه 10 دقايق جنبي. الرز ده مخلوط، كان رز مصري عادي، وكان في عندي ربع كوباية رز بسمتي، حطيته مفيش مشكلة مش هيأثر يعني. قلبتهم في قلب بعض كده 3 4 تشويحات يتشوح جامد، وبعدين زدته بالمية السخنة، او لو عندك شوربة. انا في حته نقصت من الفيديو، اللي هي كنت بعد ما تشرب وانا بغرف ومش عارفه ايه، كنت عايزه اوريكم الخطوات دي، بس هي تقريبا مش عارفه اتمسحت ليه. بس مش مشكله، انتوا اكيد فهمتوا مضمون الفيديو، والاكله طعمه وسريعه في الجو ده، وتعتبر برضو اقتصاديه بألف هنا.